الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات كورس ال AZ 104 كورس الاجر ادمنستريتور الاكزام AZ 104. بدأنا مع بعض الكورس من فترة، وزي ما انتم شايفين احنا وصلنا للحتة الخاصة بالستورج. اتكلمنا على البلوب والاجر فايل شير والاجر فايل سينك، والنهارده هنتكلم اللاب الخاص بالاجر فايل شير. هنعمل ايه في اللاب دوت؟ ان احنا هنستخدم الساند بوكس اللي هو الساند بوكس الفري الخاص بمايكروسوفت. هو بيديك 1 اور فور فري، ساعه فور فري، تقدر تعمل منها كل السيرفيسز المتاحه. وبس مشكلتها ان هو بعد الساعه ديت الداتا اللي موجوده وكل السيرفيسز اللي انت عملتها بيتعمل لها ديستروي. قبل اي حاجه ما تنسوناش من اللايك والشير والدال على الخير كفاعله. اللايك ده بيدعمنا، واليوتيوب محتاج اللايكات ديت عشان يعرف ان المحتوى ده مطلوب. واستاذنكم كمان الناس اللي عايزه اي استفسار خاص بالكورسات الاونلاين تبعت لي على الواتساب، الرقم موجود قدامكم للناس اللي بتستفسر على الكورس الاونلاين. وكمان الناس اللي عندها اي استفسارات في اي حاجه انا تحت امركم. اللينكات بتاعت وسائل التواصل سواء صفحه الفيسبوك او لينكد ان بروفايل موجودين تحت في الديسكريبشن الخاص بالفيديو. ده اللينك اللي انا هحطه لكم برده ان انت ازاي تقدر تفعل الساند بوكس بتاعك، هتلاقوه موجود تحت برده في الديسكريبشن. هتقول له ساين ان تو اكتيفيت الساند بوكس. بعد ما بنعمل ساين ان لاكتيفيت الساند بوكس هتدخل هنا تاكد الايميل اكونت بتاعك. بعد كده يبدا يعمل كرييتنج لودنج الكرنت موديول، يبدا يكريت الساند بوكس الخاص بينا. هنعمل ايه؟ احنا لما البورتال يفتح معانا تقول له هنا ريفيو بيرميشن، هنبدا نكرييت ستورج اكونت، ومن خلال الستورج اكونت دوت احنا هنبدا نعمل فيرتشوال الستورج اكونت ده. الاول هنعمل اجر. هنا بعد ما فتح معانا بقى البورتال، بعد ما عملنا اكتيفيت للساند بوكس، فتح معانا البورتال اهوت portal.azure.com، وده شكل البورتال اللي احنا متعودين عليه. هندخل على ستورج اكونت واقول له هنا كرييت نيو ستورج اكونت. هيبدا يطلب منك الحاجات الاساسيه الخاصه بالستورج اكونت ده. احنا هنحطه ده السبسكريبشن بتاعنا، دي ريسورس جروب بتاعتنا، وانا هسميه مثلا ماي ستورج اكونت. خليه زي ما هو في EastUS، هنخليه برضو ستاندرد اكونت مثلا AZ 104. لازم يبقى الاسم يونيك زي ما احنا اتفقنا. بعد كده هتقول له نيكست، تسيب كل حاجه زي ما هي، جي ريدندنت عادي جدا، والنتوركينج انيبل بابليك اكسس. بعد كده هنقول له ريفيو. بعد ما يعمل ريفيو للحاجات اللي احنا اخترناها، احنا عملنا الهوت تير خلاص. احنا عملنا الكلام ده قبل كده، وفي سيشن كامله ازاي نكريت الستورج اكونت عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل. وبعد كده هنقول له كرييت، هيبدا يكريت الايه الستورج اكونت. على ما يكريت الستورج اكونت احنا هنروح نعمل ايه؟ هنروح نكريت فيرتشوال ماشين. فاجي هنا اقول له كرييت فيرتشوال ماشين. طبعا في التراك اللي جاي هنتكلم في الكمبيوتنج باورز والاجر فيرتشوال ماشين، وهنشرحها بالتفصيل. طبعا الكلام ده اتشرح بشكل سريع في الجزء ال AZ 900، ولكن خلينا نعمل في مايه بس كده. اقول له هنا كرييت اجر فيرتشوال ماشين، هتبقى مثلا دي ويندوز 10 VM. خلينا زي ما احنا في EastUS، بدل ويندوز سيرفر هختار بس ويندوز 10 عشان تقدر تعملها على ويندوز 10 عادي جدا، مفيش اي مشكله. هنا ادي اليوزر نيم، نديله الباسورد بتاعتنا، هنقلله البورت RDB وهاي كونفيرم. انا اعتقد ان احنا مش هنحتاج حاجه تاني نعملها، هنسيب كل حاجه زي ما هي. ريفيو اند كرييت تاني. خلاص كده تمام. التفاصيل الخاصه بالفيرتشوال ماشين عليها ويندوز 10 موجوده، وابدا كده اقول له كرييت، هيبدا يكرييت الفيرتشوال ماشين. طيب كده كريتنا الفيرتشوال ماشين وكريتنا الستورج اكونت. طيب تعالوا بقى نروح على الستورج اكونت ونشوف ايه حكايته، وهنشوف نكريت الاجر فايل شير ازاي. هو دلوقتي بيبدا يكريت الفيرتشوال ماشين عشان نبدا ناتاتش الفيرتشوال اللي هو الستورج اكونت الاجر فايل اللي هنكريته دلوقتي ليها. ادي هنا اهو الستورج اكونت اللي احنا كريتناه، ماي ستورج اكونت. هتلاقي هنا في حاجه اسمها فايل شير. طبعا هو هنا راح على
الويندوز 10 هو بيكريتها. هنرجع لك لما تخلص ستورج اكونت. قلنا من الستورج اكونت هنروح على ماي ستورج اكونت AZ 104. هنروح على فايل شير. احنا عايزين دلوقتي ناكسس الايه الفايل شير. احنا خلاص خلصنا الكونتينر والبلوب والبيج بلوب. هاجي انا اقول له اد نيو فايل شير، علامه البلس دي، وتدي له النيم مثلا MZ فايل شير، ده النيم بتاعه. التير ترانزاكشن اوبتمايز ممكن تخليه هوت براحتك، بس ده الهوت ده للاذر فايل سينك يفضل يعني. الكول اوبتمايز فور اوراين اركايف داتا، خلينا ترانزاكشن اوبتمايز. الماكسيمم انبوت اوتبوتس، الماكسيمم كاباسيتي 5 تيرا. بعد كده هتقول له هنا نيكست لو انت عايز تديله ان انت تعمل تكريت ليه باك اب، فهو الباك اب اهوت بتاعه في الفولت. هنشرح برضه سيشن كامله خالص القصه الخاصه بالباك اب دي بعدين. هنا هنقول له كرييت، شلنا الحته بتاعه الباك اب دي مش وقتها دلوقتي. وادي هنا الاذر فايل شير. الاذر فايل شير بقى تقدر تقول له ابلود او تاد دايركتوري. يعني ممكن اد دايركتوري هنا كده مثلا هسميه ويندوز 10. اوكي، بقى في دايركتوري عندك موجود اسمه ويندوز 10. ممكن تاد دايركتوري تاني اسمه ويندوز سيرفر. ده كل دي ايه دايركتوريز جوه. يعني انت كريت فولدر كبير وجواها اكتر من دايركتوري. انت تقدر تعمل ابلود من هنا. يعني انت تقدر تقول له هنا ابلود وتبراوز وتعمل ابلود لاي حاجه. يعني انا هقول له براوز كده مثلا وهقول له هنا ابلود، فكده عامل ابلود للبي دي اف دوت موجود على الاذر فايل شير. طب انا عايز اكونكت عليه، هتكونكت عليه ازاي؟ هنا بقى بيقول لك هو لما تدوس على كونكت هيجيب لك هنا بقى ويندوز، وادي الليتر زد، وادي هنا بيديك سكريبت تاخده كده كوبي بيست في الويندوز. لو لينكس برضو ادي هنا فايل شير اهوت وتديله جوه اللينكس ويبدا يشتغل عليه. لو ماك او اس نفس الكلام، ادي السكريبت اللي بتاخده جوه وتعمله جوه في الماك او اس. طيب احنا قصتنا دلوقتي في ايه؟ في الماشين الويندوز. فانا هنا في الويندوز دي كده هناخد الكلام دوت كوبي ونعمله في البيست في الماشين الويندوز. تعالوا نروح الاول ناكسس الماشين الويندوز اللي احنا عملنا لها كرييشن. ادي ويندوز 10 بتاعتنا. بعد كده هتقول له كونكت، native RDB، تقول له داونلود الار دي بي فايل. اوكي، اوبن عشان يفتح لنا اكسس على طول على الفي ام اي ديت ونبدا نكونكت عليها باليوزر نيم والباسورد اللي احنا كريتناهم واحنا شغالين واحنا بنكريت الفي ام. هنا هنبدا ناكسس خلاص الفيرتشوال ماشين بتاعتنا على الاذر، وهنشوف ازاي نقدر نعمل بعد كده ان احنا ناتاتش الاذر فايل از ماب درايف على الماشين دي. الماشين دي دلوقتي ايه؟ ويندوز. احنا برضو نقدر نعملها على ماشين لينكس وناتاتش الكلام ده على ماشين لينكس، وهنشوف ازاي دلوقتي ناتاتش الكلام ده على ماشين لينكس في اللاب اللي جاي ان شاء الله. فاحنا كده عملنا ادي الماشين اهي، ابتدي فيرتشوال ماشين. هنروح بقى ناكسس الكلام ده ازاي عشان نجيب دلوقتي بقى دخلنا على الفايل شير بتاعنا اهو MZ فايل شير اهوت. تعالوا بقى نطلع على كونكت كده وهقول له هنا ده ويندوز الماشين ويندوز اللي احنا هنشتغل عليها. الدرايف ليتر اسمه زد، وهقول له هنا شو سكريبت، واقوم واخد السكريبت دوت كده كوبي ان هو دلوقتي كده معايا كوبي. ونروح على الفيرتشوال ماشين اللي احنا فاتحينها اللي احنا عملنا عليها لوجن. نقول له هنا اكسبت كل حاجه اهوت ونبدا ندخل على الفي ام اي نفسها ونقوم فاتحين الباور شيل على الماشين دي. طبعا الباور شيل ريكومندد ان احنا نفتحه از ادمنستريتور. باور شيل ده كده رايت كليك ران از ادمنستريتور اهو. دي الماشين. طبعا احنا لو فتحنا كده هنلاقي مفيش اي حاجه موجوده غير الدرايف سي اللي موجود، ودي اللي هو التمبري ستورج اللي بيبقى موجود مع اي فيرتشوال ماشين. احنا عايزين نضيف بقى الايه؟ الزد درايف. تعالى كده هناخد الكلام ده بيست وتقول له انتر. هيبدا يضيف الفايل اللي احنا عملناه ده فايل شير از ماب نتورك درايف على الماشين ويندوز اللي موجوده دي. يعني انت بتاخد الكلام ده كوبي من هنا من البورتال وتعمل له بيست في الماشين دي، اوتوماتيك هتلاقيه اتضاف اهو.
هنا هو تضاف الايه الاجر فايل شير اللي احنا اتكلمنا عليه من غير ما تعمل اي حاجه ولا اي اضافات. تفتح بقى الاجر فايل شير ده، ادي الداتا اللي موجوده. احنا كريتنا دايركتوري اسمه ويندوز سيرفر، كريتنا دايركتوري اسمه ويندوز 10، كريتنا في ام اي هي الفايل البي دي اف ده. انت ممكن تكريت اي حاجه ثانيه هنا وتقول له نيو مثلا تكست كده، تسميه مثلا اجر هلو اجر فايل شير. الكلام ده اوتوماتيك هتلاقيه موجود في الماشين ديت او على الاجر فايل شير اللي احنا اشتغلنا عليه. يبقى انت كده دلوقتي عملت ايه؟ انت كريت فيرتشوال ماشين خاصه بالويندوز 10 وعملنا ليها اتاتش للاجر فايل شير، وعملنا له اتاتش ويقدر تعمل له اتاتش لاكتر من ماشين. يعني انت الماشين ده الكود اللي انت خدته ده تقدر تعمل له اتاتش لاكتر من ماشين، مش بس ماشين واحده اللي احنا عملناها كده. طبعا دلوقتي تقدر تاخد الكوبي دوت لو انت قلت عايز تعمل كونكت زي ما احنا اتفقنا. انت بتكونكت من هنا تقول له ادي الزد درايف شو سكريبت، تاخد السكريبت دوت تعمل له بيست في الماشين دي، اوتوماتيك على طول هيتضاف للفايل شير اللي احنا اشتغلنا عليه. وادي هنا هو لو قلت له اد دايركتوري ولو انت عايز تضيف حاجه ثانيه تعمل ابلود لاي حاجه ثالثه، كل الكلام دوت انت تقدر تشتغل عليه. لو قلت له هنا بقى براوز عشان نبدا نشوف الفايلات اللي موجوده ايه، اوتوماتيك هتلاقي ادي ويندوز سيرفر وادي ويندوز 10 وادي الاجر تكست اللي احنا اشتغلنا عليه اهو. فلو عملت عليه كليك كده هيفتح ده هو. لو انت عايز تعمل له داونلود تاخد تعمل له كوبي لليو ار ال بتاعه وتبعته لاي حد، او تعمل له بقى داونلود وتشتغل عليه اهو. لو عملنا له بقى داونلود ادي الملف اهو اوبن، هتلاقي موجود فيه هلو اجر فايل شير اللي احنا اشتغلنا عليه. فانت هنا دلوقتي تقدر تعمل براوز، تقدر تعمل ابلود، تقدر تعمل اي حاجه انت عايزها وهتظهر اوتوماتيك في الفايل شير اللي انت عملته على الفيرتشوال ماشين. وتقدر تعمل اتاتش ليه الماب درايف ده الخاص بالاجر فايل شير على ماشين اون بريم، على ماشين ويندوز سيرفر، على ماشين ويندوز 10، زي ما هنشوف بعد شويه في ان احنا نقدر نعمل اتاتش للكلام ده على لينكس ماشين. ده كان اللاب الخاص بالمحاضرة بتاعة النهاردة. بالتوفيق للجميع بإذن الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.